بالكافي لإدانة، لما نتحدث عن اليسار ولا معارضة لإدانة المس بالمقدسات ولا ينجم يخدش المقدسات غير عالي بالكافي؟ وهل تعتبر أن الصوت غير عالي بالكافي وقت اللي نحكيو على اليمين في إدانته للتكفير وللنداء بقطع الرؤوس وللنداء باستعمال العنف؟ اليوم وقتاش باش تقرب يمكن الأطراف من بعضها وتولي تتناغم وتحكي نفس اللغة، نفس اللغة اللي يمكن يلزم فيها الطرفين في نفس الوقت يعليوا أصواتهم باللي نجم يرضي الطرف الآخر؟ في الحقيقة أنا متفق مع اللي قالوا الأستاذ، خاصة في النقطة الأخرانية على مواجهة المسألة هذه نتاع انتهاك المقدسات. خاطر ما يجيش الواحد على أقل حاجة يقول انتهكت المقدسات. لابد من ضبط بشكل قانوني شنو هي المقدسات، شنو هو الانتهاك. هو جاي دستور وهو جاي تفكير. لكن ارجع لسؤالي، شنو رايك؟ مش ترجع لهنا، فهمت؟ سؤالك بالنسبه لليسار انا اعتقد، وهذا توا اكدته وقلته، اعطيني في اي فتره من الفترات اليسار او القوى الديمقراطيه والتقدميه، خاطر متعرف في الجماعه هذا ثم عده اطراف كل من يخالفوا في الراي يسار وعلماني وكافر الى اخره، وقتاش استهانوا بالمقدسات؟ ما ثماش في التاريخ من نتاع تونس اللي وين هالقوى هذه اللي ناضلت مع الشعب التونسي، سواء كان وقت الحركه الوطنيه ولا بعد الحركه الوطنيه، ما ثماش انتهاك منها المقدسات او اساءه المقدسات. وهذا نحن قلناه دائما ابدا بصوت عالي. وانا نعطيك مثال لهنا للناس اللي يتكلموا فهمتي منها هكا. اخي وقت بن علي، وقت اللي ثم محجبات تمنعوا من الدخول للاقسام، شكون دافع عليهم؟ دافع عليهم اتحاد العام طلب تونس واتحاد شباب الشيوعي التونسي، ثم شكون تعاقب من اجلهم. علاش؟ مش معنى انه راهو مثلا مع الحجاب، ولكن يحترم الحق نتاعها. المنشور 108 شكون اول حزب سياسي اللي قال لا لمنشور 108 وقت بن علي؟ حزب العمال الشيوعي التونسي. شكون اللي قال المساجد لازمها تبقى محلوله ليلا نهارا باش التونسي، باش المؤمن والمؤمنه يمشوا ويمارسوا الشعائر الديني نتاعهم بكل طمانينه؟ حزب العمال الشيوعي التونسي. شكون اللي جاء ضدك الخطبه تاع نهار الجمعه تمشي من الوزاره الاولى؟ اذا هذا كان قلت لك بالنسبه لنا نحن نعتقد وراه ما ثم حتى حد، ونتحمل ونقولها بكل وضوح، راهو يعطينا درس او يحب يعلمنا درس في احترام مقدسات من الشعب التونسي. هذاك علاش نحن صوتنا عالي، وكان صوتنا عالي دائما وابدا وقت اللي انتهكت حريه العقيده منها نتاع تواسي، كان صوتنا عالي ما خفناش، واجهنا بن علي على جال الشيء هذاك. اما بالنسبه للاطراف الاخرى وتجي لهنا لليمين وتجي لهنا لحركه النهضه بالخصوص، حركه النهضه فيها اطراف سلفيه في داخلها، وهذا يكملها. اضافه الى هذا ثم محاولات زاد سياسه نتاع حسابات نتاع سياسه. الجماعه هذا اذا كان نواجههم خيشوا نخسر في الانتخابات، الجماعه هذا ولعل نجم نستعملهم ضد هالقوى اليساريه والعلمانيه والديمقراطيه منها والتقدميه. وثم كما كنت نحكي ديما ثم يحاولوا يقللوا من الاهميه ومن خطوره الافعال الاجراميه، ما نقولش الافكار، لا، من الافعال منها الاجراميه، وهذا شفناه في العديد منها من المتحطات. لذلك انا من لهنا نطالب الاطراف هذه ونطالب الرئاسات الثلاثه انا نطالبهم باش يعليوا صوتهم، ما يدخلوش في حسابات نتاع السياسه نتاع بوليتيك على حساب تونس وعلى حساب معناها حساب الشعب التونسي. وين ثم عنف لابد وانهم معناها يمشوا له، والا مش نتيحوا في نوع نتاع تبرير. والله راهم رده فعل كما كان يحكي توا الاستاذ، شنو علاقه هذا فهمتي منها بهذا؟ واضح هنا. لكن هل حمل هبابي مثلا ولا اطراف اخرى صديقه يعتبرها صديقه نعرف اللي تتكلم على لسان الاخرين، لكن هل حمل هبابي مستعد لنقاش وطني حول مقاومه العنف، لنقاش وطني في طاوله مستديره لمقاومه العنف ولا لوجود حلول، لايجاد حلول للفقر، للاحياء الشعبيه اللي اليوم ما يلقاش فيها المواطن وين يعيش عيشه كريمه والكرامه اللي حدثنا عليها على امتداد هالثوره هذه. اليوم وين وقت اللي نخرج ونلقى الحومه نتاعي مسخه ونلقى الناموس ونلقى البكالوريا ما خلطتش في وقتها ونلقى الزبله ونلقى غيره؟ مستعد انت ولا مش مستعد مثلا؟ طبيعي جدا، احنا مستعدين، وهذاك علاش انا لهنا نقول معناها الحكومه يوضوا انهم الحكومه او السلطه او حركه النهضه يزيدوا يغذيوا بالتصريحات هالمشاكل هذه. امشي لحي التضامن وحل مشاكله، امشي لحي الانطلاقه، امشي للسيجومي، امشي لسيدي حسين، امشي لل 5 ديسمبر في الكرم،
امشي لحي غنوشي يقول احياء ثوريه، واليوم تحدث عليها في الكونفرنس دو بريس نتاعو، ويقول احداث احياء ثوريه، ويقول احنا موجودين فيها وموجودين في كل انحائها. ما عليكم كان انتم زاد تمشيوا تتحدثوا مع الناس هذوما. نحن قاعدين، احنا زاد نقولوا انا الغنوشي نحن قاعدين نتحدثوا معاهم، اما نتحدثوا معاهم على حلين مشاكلهم. وقت نقولوا امشي للحياه هذه شنو قصدي؟ امشي حل المشاكل كنت تحكي عليها انت، اللي هي المشاكل نتاع البطاله، واللي هي مشاكل غلاء المعيشه، واللي هي المشاكل نتاع البيئه، واللي هي المشاكل معناها نتاع السكن اللي من اجلها ثار، واللي من اجلها ثم حتى بعض الشبان اللي خرجوا في هالمواجهات هذه ما عندهم حتى علاقه لا بالسلفيه ولا حتى بالجماعات الاجراميه، وانما يعبروا على غضب ويعبروا معناها على احتقان. نحن مستعدين لنقاش هالقضايا هذه واكثر من هكا. احنا اخر مره جيت انا بحذاك لهنا، جيت على الوثيقه المنشور اللي وزعناها اش تبدل، وطرحنا امور ملموسه، لان نحن بالفعل نعتبر ان الثوره هذه ثوره نتاع حريه، ثوره نتاع كرامه، وثوره تحب الهدف منها انه ايجاد حلول لمشاكل الشعب، وقدمنا حلول، نحن قدمنا مقترحات، ولكن الحكومه ما تحبش تسمع المقترحات هذه. والثوره حمل همامي جاءت كذلك بمسار وصل الى مجلس وطني تاسيسي. المجلس الوطني التاسيسي الهدف هو كتابه دستور جديد، ونقترح عليكم باش نرجعوا زاد المواضيع مهمه جدا، مش ما ننساوش احنا وين، وما ننساوش شنو هو الهدف الاساسي